السلام عليكم أصدقائي وأعزائي المشاهدين. اليوم راح نحكي قصة بعنوان زمن الموبايل. أكو يوم من الأيام كانت معلمة مال تاخذ الصفوف الابتدائية، معلمة مال ابتدائية. فطلبت من الطلاب التلاميذ، طلبت من عندهم فد موضوع تعبير ان يكتبون عنه، يعبرون عنه، كل طالب يعبر عنه. انه الشرح يكون بالمستقبل بكيفه، يعني يختار فد موضوع او عنوان يكتب بيه بهذا التعبير. فويا ما خلصوا وجمعت الأوراق، فرجعت للبيت، شافت اكو احد المواضيع لفت نظرها وقامت تبكي. فمن اجا زوجها وشافها قال لها ليش اشبيك اشو قاعدة تبكين؟ فقالت له شوف هذا الطالب اش كاتب، انه التعبير مالته حرك مشاعرها. كاتب فد موضوع يعني عن زمن الموبايل. فايش كاتب بي هذا التلميذ؟ كاتب بي انه اني يعني قاعد اتحسر على الوقت اللي ابويا وامي واخواني دا يخلصوه بالموبايل. فكاتب بيه كلام يعني انه دا يوصف مشاعره واحاسيسه، انه شلون افراد اهله مثل الاب والام واخوانه شلون مخلصين وقتهم بالتليفون وما منطينا وقت. فيريد انه دا يخاطب، دا يوجه رسالة يعني من خلال هذا التعبير. يقول انه الأهل ليش ما يهتمون بي؟ أهلي ما يهتمون بي، ما يعطوني وقت. على التليفون يجي أبويا من العمل رأسا يلزم التليفون، أو برا الأم همينة من تطلع أو تكون بالبيت، أو الأخوان 24 ساعة لازمين الموبايل. فإحنا بزمن الموبايل. فيريد يعني حل فد إنقاذ، قاعد يشكو ويتألم. يريد مثل ما أهله يهتمون وأخوته بالموبايل، يقول أتمنى أنه يصير خلاف بين أخوتي أو بين عائلتي، حتى بين أبويا وأمي حتى يهتمون بي، أو يصير خلاف بين أخوتي حتى يتوجهوا لي. فيريد اهتمام، يعني خلاصة كلامه يريد اهتمام مثل ما مهتمين بالتليفون بالموبايل. فيريد اهتمام انه يقعدون يسولفون وياه، يوجهوه، ينصحوه، يشعر بنفسه انه اكو عائلة وياه، ما قاعد بوحده يعني بس مجرد افراد او اهل بس بالاسم. فمع الاسف يعني هو دا يشكي. فانه الغاية من هاي القصة انه يعني الاهل دائما مشغولين بالتليفون، الاب والام وحتى الأخوان. فلازم على الأب والأم يعني دورهم كأب وأم أن يوجهون أبنائهم، أن ينصحوهم، أن ينقذون نفسهم من التليفون، وينقذون أبنائهم أيضا همين يعلموهم ويوجهوهم، يعطوهم وقت، ما يخلون كل وقتهم مشغولين بالموبايل. فللأسف يعني الأب والأم صار كل شغلهم وشغلهم الموبايل. احنا صرنا بزمن الموبايل. أصدقائي وأعزائي المشاهدين، إلى حد هنا تنتهي هاي القصة، قصة زمن الموبايل. وإذا عجبتكم هاي القصة شاركوها ويا الأهل ويا الأقرباء ويا الأصدقاء، وشيروا هاي القصة في كل مكان. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك، وانتظروني في حلقة أخرى مع قصة أخرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء.